السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا أحلى وأجمل اخوات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بألف خير. عايزين حاجة ترطب على قلبنا في الجو الحر ده، وكمان مش مكلفة خالص، مش هتوقفنا كتير في المطبخ. مفيش الا الجمال والقمر اللي احنا نعمله مع بعض النهاردة. هنعمل مهلبية البطاطا بقمر الدين، بجد تحفة، ميكس كده رهيب، هتعجبكم ان شاء الله. يلا كده نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. اول حاجة حبايبي، انا معايا حوالي كيلو من البطاطا. البطاطا طبعا مالية السوق الايام دي ورخيصة جدا، الكيلو ب5 جنيه. جبتها وغسلتها كويس جدا جدا تحت الحنفية، وبعدين هبدأ ان انا اقشرها بالشكل ده، بسكينة او بمقشرة البطاطس زي ما انت حابة. بعد كده هنبدأ ان احنا نقطعها بقى مكعبات او شرائح. المهم يكون السمك بتاعها كل واحد علشان يعني تاخد سوا واحد على النار. بعد ما نقطعها بالشكل ده هاخدها بقى اشطفها شطفة حلوة تحت الحنفية، وبعد كده هنجيب الحلة اللي نحطها على النار وننزل بالبطاطا بتاعتنا، وبعدين هننزل عليها بالمية عادية خالص من الحنفية، المية تكون يدوبك كده مغطية البطاطا. هنحطها بقى على نار متوسطة ونغطي عليها ونسيبها تستوي براحتها. بعد كده يعني حوالي ربع ساعة، مش هتاخد كتير خالص على النار، هتلاقيها دابت واستوت بالشكل ده. شايفين؟ يعني تعمليها بالشوكة كده تلاقيها دايبة خالص. هنجيب الكبة بتاعتنا او الخلاط وناخد البطاطا، ويعني ممكن نحط شوية كمان من المية، يعني مش هنصفيها قوي، وهنضربها كويس جدا جدا في الكبة بالشكل ده. نزلت هنا بحوالي نص كوباية من السكر، واخدت حوالي نص كوباية من مية سلق البطاطا، ونزلت باتنين باكت من الفانيليا. هنضربها كويس جدا لحد ما تبقى ناعمة معايا بالشكل ده. انا معايا في الحله دي حوالي كوبايتين من الميه بالشكل ده، ميه سلق البطاطا، هننزل عليها بالبطاطا اللي احنا ضربناها في الكبه او في الخلاط، ولو محتاجه تتصفى ممكن نصفيها. نزلت عليها كمان بنص كوبايه من جوز الهند، ومعايا نص كوبايه من الحليب، هننزل عليها ب3 معالق ونص من النشا. هنقلبهم كده على البارد بالشكل ده، وبعد كده هننزل على البطاطا وجوز الهند اللي في الحله معانا. هنقلب كله على البارد مع بعض كده، وبعد كده هنروح على النار متوسطة مع تقليب مستمر بقى علشان النشا متكلكعش مننا. هنا انا دقتها لقيتها محتاجه سكر، حطيت لها شويه من السكر. طبعا السكر يا حبيب قلبي حسب الرغبه بتاعتك، يعني انت عايزاها مسكره عايزاها يعني متوسطه زي ما انت حابه. هنقلب بقى كويس جدا بقى علشان متكلكعش النشا معانا، وعشان تبقى معانا بالقوام ده. اول ما نلاقيها بتبقبق كده وخلاص اتاكدنا ان النشا كده استوت وتبقى معانا بالقوام ده، هنبدأ بقى نشيلها من على النار. وهنجيب الاطباق بتاعتنا او الكاسات زي ما انت حابة، هنحط كده في كل طبق يعني حوالي نصه بالشكل ده، علشان طبعا الطبقة التانية وهي سخنة كده زي ما هي. تمام. هنخلص بقى الكمية كلها، كل طبق كده نص او كاسات زي ما انت حابة زي ما قلت لكم. هنبدأ بقى الكاس ده اخر حاجة بقول لكم ان هو تنفع في كاسات كمان زي ما انت حابة. انا معايا بقى لفه قمر الدين، اللفه دي كانت معايا من رمضان. اهم حاجه ان انت تكوني حافظاها في التلاجة، وطبعا تقري تاريخ الصلاحيه بتاعتها. انا معايا بسم الله ما شاء الله من رمضان، ومعايا زي الفل زي ما انتم شايفين. جبت الحله وبقطعها بالمقص بالشكل ده قطع عشوائيه، اي قطع يعني كده، علشان يعني نسهل العمليه ان هي تدوب معانا كده بسرعه على النار. هنزل عليها بحوالي لتر ونص من الميه المغليه. هنقلب بقى كويس جدا كده بالشكل ده، وبعد كده بقى هاخدها على النار، وهبدأ ان انا اقلب لحد ما جوز الهند ايه لحد ما قمر الدين ده يدوب معايا تماما مع تقليب كده. مع النار هتلاقيها دابت خالص ومبقاش فيها اي اثر. هننزل بيه كمية من السكر طبعا حسب الرغبة. نزلت بحوالي 4 معالق أو 5 معالق مع التقليب بقى كويس جدا لحد ما قمر الدين ده يقصر معايا كده، ويقعد حوالي تلت ساعة على النار، أو يعني نص ساعة ل5. المهم إن قعدته يعني فترة على النار مع التقليب كده لحد ما لقيته كده يعني المية بتاعته قصرت معايا شوية. جبت حوالي 3 4 معالق من الميه، نزلت عليهم بكميه من 3 4 معالق برضو من النشا، وقلبتهم على البارد ونزلت بيهم على قمر الدين مع التقليب كده لحد ما بقى القوام بتاعه بالشكل ده. بعد كده هو سخن كده نزلت عليه على البطاطا بتاعتنا. شايفين؟ بجد تحفة، ميكس بجد يا بنات، هيعجبكم ان شاء الله. وكمان بيفكرني كده يعني بشهر رمضان الكريم، كل سنة وانتم طيبين، يا رب يجوا عليكم بالخير والسعادة والبركات يا رب. وكمان حاجة كده مركون عندي في التلاجة قلت استغلها حطيتها بعد ما بردت تماما في التلاجة، وبعد كده طلعتها بقيت بالجمال ده.
شايفين الطبقتين كده باينين من بعض. ولو انت عايزه تعملي كمان في الطبقه في النص كده مهلبيه حليب عادي خالص، هتبقى بيضه كده، ويبقى برضو 3 طبقات هيبقوا تحفه. شايفين قوامها جميل جدا جدا، بس بصراحه هي طعمها كده قمر. يعني مديكي ميكس كده بين البطاطا وقمر الدين، طعمها بجد تحفه. هنحط عليها اي مكسرات، جوز هند، زبيب، اي مكسرات عندك انا هحط عليها كده رشه من جوز الهند، وهتبقى معايا جاهزه كده بجد تحفه، وطعمها خطير جدا جدا. اتمنى تجربوها، وهي سهله وبسيطه جدا ومش مكلفه خالص. شايفين الجمال؟ وبعدين الطبقتين كمان باينين مع بعض، رغم ان هي يعني مقربين للون بعض، بس البطاطا اللي تحت بيضه وقمر الدين يعني غامق عنها شويه. وشايفين بجد تحفه، خطيرة بجد. اتمنى تجربوها وتعجبكم ان شاء الله. ولو عجبكم الحلقة ما تنسونيش في اللايك الحلو منكم والاشتراك في القناة. طبعا وجودكم في حياتي يعني شرف ليا، وجودكم الجميل في حياتي، وربنا ما يحرمني منكم ولا من كلامكم الجميل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.